اتصلت بيا مراه تونسيه تعيش في فرنسا من باريس، قالت لي راهو راجلي ولا يخليني يمشي بحذا امه برشا. وين امه هذه تعيش؟ قالت لي راهي امه تعيش اون فاس لينا نحن، يعني مقابلنا نحن. باهي، وين المشكل؟ ما هي الا امه يعني. ما وبالوقت يعني ظهرت امه مريضه بالحق يعني، وعندها مرض يلزم شكون يعاونها. و... وكان يعني وكان اولادها مع كان هو معناها ينجم يعاونها في البريود هذيك، خاطر اولادها كلها بعاد. كلمتني قالت لي حما يا اخي نطلق ولا رانا سي بون مقدمين قضيه في الطلاق والكل، راه ما عادش يساعدني ولا يبجل امه عليا. خافوا ربي بالحق. احسبها امك هذيك اللي يعلم بها ربي عمرها في 70 ولا في 80 سنه ومريضه، نورمالمون راك انت تسيب اولادك وتسيب دارك وتمشي تتولها بمرت راجلك. هذا من باب المبدا ومن باب الاخلاق، وحتى عند ربي معناها تلقى اجرك بعد. معناها راجلك لا يخون فيك لا يموت تطلب فيه يبات بحذا امه ونفاس مقابلك. امه مسكينه يعني يعلم بها ربي تنجم تموت في اي لحظه. بربي الفيديوهات هذه راي عودوا خذوها توعويه اكثر من اللي هي يعني نفشوا في اسرار الناس. الفيديوهات هذه معناها اكيد باش يتفرجوا فيها برشا. تو اكيد ثم واحد ولا زوز ولا ثلاثه في الوضعيه هذه، سواء ام مع ام راجلها ولا العكس صحيح. يا خويا خلوا، ما يسالش كي يمشي راجلك يبات بحذا امه، ولا انت العكس معناها تبدا امك مريضه تمشي تبات بحذاها وتخلي راجلك ولا اولاد في الدار معناها. فهمت؟ هذاك علاش ماذا بيا ما تطلقش المراه ذي، ماذا بيا ان شاء الله ربي يهنيك استحمل. بعثت لي من تيك توك انونيم يعني ما نجمش نعرفها هي شكون. استحمل وما تطلقش راجلك وخلي راجلك يوقف مع امه، تو تشوف ربي كيفاش يبارك لك ويبارك لكم في عيلتكم.